السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بالفيديو السابق أو الحلقة السابقة أنا توقفت عن النشاطات وعن المعلومات، لأن بصراحة مشغول هالأيام جاي أحضر للسفر ومسواق وهدايا. فأخ من الأخوان بالمتابعين قناة نور علي طلب مني، أو كان عنده مشكلة، يقول يشتري طيور دائما يموتون. فحبيت أخصص هذا الموضوع حول اختيار وشراء الطير الصاحي. صحة جيدة. أخوان، تعرفون السوق مالنا للأسف الغش منتشر فيه، فالإنسان إذا حاول يشتري طير يراعي شغلة مهمة أنا سابقا ذكرتها بالواتساب، يمكن كان عندنا جروب، فيهتم لشغلة اختياره للطير، مو رأسا يروح للسوق يشتري له طير. أول شغلة ياخذ الإنسان خبير أو صديق خبير ويروح، وتحاولون قدر الإمكان بالسوق تختارون محل صاحب ثقة يعني، وقدر الإمكان تحاولون تحصلون إنسان خير وما يغش. قبل الشراء توقفون يم القفص ربع ساعة، مو مشكلة، نص ساعة تسوى. تراقبون الطيور، تراقبون الطير اللي صحتها جيدة نشط، يعني إذا طير واقف بزاوية القفص وحاط راسه تحت جناحه تتجنبونه، تبتعدون عنه. الطير اللي تشوفونه تكرمون البراز تحت ذيله لاصق، هاي معناها علامة بداية المرض، تبتعدون عنه. تنتبهون لعيون الطير، إذا عيونه فيها دموع أو أوساخ تبتعدون عنه. يعني مثل هذا الطير، شوف البريق واللمعة بعينه كيتي جدا نظيف، يعني علامة أنه صاحي نشيط. هاي علامات مهمة. تنتبهون إلى ترتيب الريش، يعني كيتي ما يرضى جيس اليوم زعلان. تنتبهون لترتيب الريش مو مكسر، إذا مكسر الريش هم علامة إن خاصة إذا الطير ينتف بريشه معناها في أمراض حشرات اللي ما تسمى الفاش، أيضا تبتعدون عنها. هذه علامات المرض. يعني الأخ اللي كتب لي ملاحظة وأنا صعب أكتب له سطر سطرين يبي لها شرح، تحتاج كلام. يقول اشتري الطير نشيط بالبداية واجيبه للبيت مريض أو يتمرض ويموت. يعني بداية المرض احنا ما نحس فيه، يعني احتمال بداية مرض عنده ومجيبه للبيت يتغير. وأيضا تنتبه الأكل مال الطيور، إذا هو يأكل أكل معين بالقفص وانت تجيبه للبيت تنطيه أكل ثاني هم يأثر على صحته. الأجواء مهمة، يعني صاحب المحل مثلا حاط الطيور في جو حار، ونعرف الطيور تتحمل وتقاوم البيئة وتتكيف بالبيئة مالتها. حاطة بجو حار، انت تجيب البيت تحطه حدر المكيف او السبلت احنا نسميه بالعراق، رأسين يتمرض. فتراعي هاي النقطة مهمة، انك تخليه بيئة مناسبة تهيئ له، ونفس البيئة اللي كان عايش فيها، وبالتدريج تعوده يتعلم. هاي نقاط جدا مهمة. وقبل لا تشتري الطير مثلا تلزمه هالشكل بالمحل، تاخذه تخليه مذانك الطير، تخليه مذانك. إذا تشوف الجهاز التنفسي ماله في مثل الخرشة تبتعد عنه، عنده مشكلة بالجهاز التنفسي بالرئة، فإذا نفسه طبيعي تاخذه. وأيضا إذا تقدر تمسك القفص الصدري مال الطير، إذا القفص الصدري بارز والعظمة باينة تبتعد عنه، هم صحته مو جيدة. هاي أمور أساسية حبيت أذكرها لكم، إذا واحد يحتاج يأخذ لطير بصحة سليم ومعافى. هاي النقاط جدا مهمة حتى تأخذ لك طير. ليش الإنسان يخسر فلوسه وحرامات؟ هاي حبيت أنوه لها على مود ما أحب أحد يخسر بالطيور. وأنا بعض الأخوان الأعزاء وكلكم أعزاء علي نصحني تقدم معلومات كلش قيمة وما تبخل. احنا نشوف ناس ما ينطون معلومات صعبة، كله يقول سر المهنة. فأنا بصراحة هذا الإجابة راح أسوي عليها حلقة معينة إن شاء الله بعد السفر، معينة خاصة شنو السبب والحادث اللي صار وياي سنة 1999. بداية كانت الخبرة متواضعة، وراح نشرح الموضوع وشنو السبب اللي فتحت هاي القناة وأجاوب ويا جميع الأخوة والمتابعين، وكل واحد يسأل أجاوبه إن شاء الله. هاي الأمور بالتفصيل نذكرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.